هل تخيلت يوما أن تستيقظ في صباح عادي فتجد أن كل شيء تعودت عليه قد اختفى فجأة؟ تخيل أن تذهب إلى المكان الذي كنت تجد فيه فرصك وراحتك كل يوم، فلا تجد شيئا هناك. تخيل أن الشيء الذي كنت تعتمد عليه في حياتك قد اختفى بلا أي تحذير. السؤال المهم هنا ليس من حرك قطعة الجبن. السؤال الحقيقي هو ماذا ستفعل أنت عندما تختفي؟ لأن الحياة في الحقيقة تشبه متاهة كبيرة مملوءة بالفرص والتغييرات، وكل واحد منا يبحث في هذه المتاهة عن قطعة الجبن الخاصة به. قطعة الجبن قد تكون وظيفة نحلم بها، أو مشروعا نتمنى النجاح فيه، أو حتى حياة مستقرة نسعى للوصول إليها. لكن المشكلة أن كثيرا من الناس يظنون أن الجبن سيبقى في مكانه إلى الأبد، وعندما يتغير الواقع يشعرون بالخوف والضياع. أما الناجحون فهم الذين يفهمون قاعدة بسيطة جدا، وهي أن التغيير جزء طبيعي من الحياة، وأن الفرص الجديدة تنتظر دائما من يجرؤ على البحث عنها. وفي هذا الفيديو سندخل معا قصة بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل واحدة من أقوى الرسائل في عالم تطوير الذات. قصة عن 4 شخصيات تعيش داخل متاهة وتبحث عن قطعة الجبن، وكل شخصية منهم تمثل طريقة مختلفة في التعامل مع التغيير. وأثناء هذه الرحلة سنكتشف دروسا قد تغير طريقة نظرنا للحياة كلها. لذلك إذا كنت تريد أن تفهم كيف تتعامل مع التغيير بدلا من أن تخاف منه، فأنت في المكان الصحيح. وقبل أن نبدأ الرحلة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من ملخصات الكتب التي تغير طريقة تفكيرنا. والآن دعنا ندخل معا إلى المتاهة، ونكتشف معا من حرك قطعة الجبن. مثلث جبن. الفصل الأول. في الفصل الأول ندخل معا إلى بداية القصة التي تمهد لنا فهم الرسالة العميقة خلف حكاية قطعة الجبن. تبدأ الأحداث بلقاء مجموعة من الأصدقاء بعد سنوات طويلة من الفراق. كان كل واحد منهم قد خاض تجارب مختلفة في الحياة ومر بتحديات عديدة. وبينما كانوا يتبادلون الأحاديث عن الذكريات القديمة، بدأ الحديث يتجه نحو التغيير الذي يحدث في حياتنا. قال أحدهم إن الحياة لم تعد كما كانت في السابق، وإن التغيير أصبح أسرع مما نتوقع. واتفق البقية معه على أن التغيير قد يكون صعبا على كثير من الناس. فبعض الناس يتأقلمون مع التغيير بسهولة، بينما يشعر آخرون بالخوف والتردد. وهنا قال أحد الأصدقاء إنه سمع قصة بسيطة، لكنها غيرت طريقة تفكيره تماما. هذه القصة كانت عن متاهة كبيرة و4 كائنات تعيش داخلها. وكان هدف هؤلاء ال4 هو البحث عن قطعة الجبن التي تمثل السعادة والنجاح في الحياة. فقطعة الجبن في هذه القصة ليست مجرد طعام، بل رمز لكل شيء نتمناه في حياتنا. قد تكون وظيفة نحلم بها أو نجاحا نسعى إليه، وقد تكون أيضا حياة مستقرة أو فرصة جديدة نأمل في الحصول عليها. وفي هذه القصة سنرى كيف يتعامل كل شخص من هؤلاء ال4 مع التغيير. فبعضهم سيكون سريعا في التحرك والبحث عن فرص جديدة، وبعضهم سيبقى مترددا ويخاف من مغادرة مكانه. وهنا تكمن الحكمة الكبيرة التي تريد هذه القصة أن تعلمنا إياها. فالحياة لا تبقى ثابتة، والأشياء التي نعتمد عليها قد تتغير في أي لحظة. ومن يفهم هذه الحقيقة مبكرا يكون أقدر على التأقلم مع التغيير. أما الذين يصرون على البقاء في المكان نفسه، فقد يجدون أنفسهم عالقين في الماضي. ولذلك سنبدأ في الفصل القادم بالتعرف على الشخصيات ال4 التي تعيش داخل هذه المتاهة. ومن خلال تصرفاتهم سنفهم كيف يتعامل الناس مع التغيير بطرق مختلفة. في الفصل الثاني نبدأ بالتعرف على الشخصيات ال4 التي تعيش داخل المتاهة وتبحث عن قطعة الجبن. هذه الشخصيات تمثل أنواعا مختلفة من الطبائع التي نراها في الناس كل يوم. الأول هما فأران صغيران يسميان سنيف وسكري. كان هذان الفأران بسيطين في طريقة تفكيرهما ولا يعقدان الأمور كثيرا، فهما يعتمدان على غرائزهما في البحث عن الطعام والتكيف مع الظروف.
أما الشخصيتان الأخريان فهما كائنان صغيران يشبهان البشر ويسميان هيم وهو، وهذان الاثنان يمتلكان عقولا تفكر وتحلل الأمور بطريقة أعقد. كان الأربعة يعيشون داخل متاهة كبيرة مملوءة بالممرات والطرق المتشعبة، وكان هدفهم الواحد هو العثور على قطعة الجبن التي يعيشون عليها. فقطعة الجبن في هذه المتاهة كانت تعني لهم البقاء والراحة والسعادة. كان الفأران يخرجان كل يوم مبكرا للبحث عن الجبن بسرعة وبساطة. أما هيم وهو فكانا يعتمدان أكثر على التفكير والتحليل قبل التحرك، وكان كل واحد منهم يتجول في أرجاء المتاهة باحثا عن مكان يجد فيه الجبن. وبعد فترة من البحث والمحاولات تمكنوا أخيرا من العثور على مكان مملوء بقطع الجبن. كان هذا المكان يعرف بالمحطة، وعندما رأوا كمية الجبن الكبيرة في هذا المكان شعروا بفرح كبير، وظنوا أنهم أخيرا وجدوا ما كانوا يبحثون عنه منذ وقت طويل. بدأ الأربعة يأتون كل يوم إلى هذه المحطة ليأكلوا من الجبن. مع مرور الوقت بدأ هيم وهو يشعران بالراحة الكبيرة في هذا المكان، واعتقد أن الجبن سيبقى هناك إلى الأبد. أما الفأران فلم يتوقفا عن مراقبة المكان وملاحظة أي تغيير قد يحدث. وهنا يبدأ الفرق في طريقة التفكير بين الشخصيات الأربع. وفي الفصل القادم سنرى ماذا سيحدث عندما يتغير الواقع وتختفي قطعة الجبن. في الفصل الثالث تبدأ أحداث القصة في التغير، وتظهر أول إشارات التغيير التي لم يكن ينتبه لها الجميع. كان الأربعة يذهبون كل يوم إلى المحطة ليجدوا قطعة الجبن التي تعودوا عليها. أصبح هذا المكان جزءا من روتينهم اليومي، وأصبحوا يشعرون بالأمان عندما يصلون إليه. كان سنيف وسكري يصلان مبكرا كل صباح كعادتهما ليتأكدا من وجود الجبن، وكانا يتجولان حول المكان ويراقبان أي تغيير قد يحدث في الكمية أو المكان. أما هيم وهو فقد أصبح أكثر اطمئنانا مع مرور الأيام، وبدأ يظنان أن الجبن لن يختفي أبدا من هذا المكان. بمرور الوقت توقف عن ملاحظة التغييرات الصغيرة التي كانت تحدث حولهما، فلم يلحظ أن كمية الجبن بدأت تقل قليلا فقليلا. كان الفأران يشعران بأن شيئا ما قد يحدث قريبا، لذلك ظل مستعدين لأي تغيير قد يطرأ في المتاهة. أما هيم وهو فقد أصبح مرتاحين جدا لوجود الجبن في المكان نفسه كل يوم، حتى أنهما بدأ يتأخران في الذهاب إلى المحطة لأنهما كانا متأكدين أن الجبن سيكون هناك. لم يعد لديهما الشعور بالحاجة إلى الحذر أو الاستعداد للتغيير، وكأنهما اعتبرا أن الجبن حق مكتسب لهما. ولكن الحياة في الحقيقة لا تسير بهذه الطريقة دائما، فالأشياء التي نعتمد عليها قد تتغير دون أن ننتبه لذلك، والتغيير غالبا ما يبدأ بإشارات صغيرة لا يلحظها كثير من الناس. ومن يدرك هذه الإشارات مبكرا يكون أكثر استعدادا لما سيحدث بعد ذلك. وفي هذه اللحظة كان التغيير الكبير يقترب دون أن يعلم هيم وهو ذلك. وفي الفصل القادم سنرى اللحظة التي سيختفي فيها الجبن من المحطة، وفي لحظة لم يتوقعها أحد يبدأ الفصل الرابع بالحدث الذي سيغير كل شيء في هذه القصة. في أحد الصباحات ذهب سنيف وسكري إلى المحطة كما يفعلان كل يوم، وعندما وصل إلى المكان لاحظ أن شيئا مهما قد حدث. لم تعد قطعة الجبن موجودة في مكانها كما كانت من قبل، فقد اختفى الجبن بالكامل من المحطة. لم يشعر الفأران بصدمة كبيرة لأنهما كانا يتوقعان أن يحدث هذا التغيير يوما ما، لذلك نظر إلى بعضهما ثم قرر التحرك فورا للبحث عن جبن جديد في أرجاء المتاهة. لم يضيع الوقت في التذمر أو التساؤل عما حدث، بل فهم ببساطة أن الواقع قد تغير وأنهما يجب أن يتحركا. وبعد فترة قصيرة وصل هيم وهو إلى المحطة كعادتهما، ولكنهما صدما عندما لم يجد الجبن في مكانه. صرخ هيم بغضب وقال: من حرك قطعة الجبن؟ لم يستطع أن يصدق أن الجبن الذي اعتاد عليه قد اختفى هكذا. بدأ يشعر بالغضب والظلم كأن أحدا قد أخذ شيئا يملكه. أما هو فكان مرتبكا ولم يعرف كيف يتصرف في هذا الموقف.
ظل الاثنان ينتظران أملا في أن يعود الجبن مرة أخرى، ولكن الأيام مرت ولم يتغير شيء في المكان. كان الفأران قد غادرا منذ وقت طويل للبحث عن فرص جديدة، أما هيم وهو فقط بقي في المحطة ينتظران عودة الجبن. وهنا تظهر أول ردات الفعل المختلفة أمام التغيير، فبعض الناس يتحركون سريعا للبحث عن فرص جديدة، وبعضهم يفضلون البقاء في المكان نفسه أملا في عودة الأشياء كما كان. وفي الفصل القادم سنرى كيف سيبدأ الشك يدخل إلى عقل هو، وكيف سيفكر في خوض تجربة جديدة داخل المتاهة. في الفصل الخامس نبدأ برؤية الصراع الحقيقي الذي يدور داخل العقل عندما نواجه التغيير. بعد اختفاء الجبن من المحطة، بقي هيم وهو في المكان نفسه ينتظران عودته. كان هيم غاضبا جدا ويصر على أن ما حدث غير عادل أبدا، وكان يقول إنه لا يمكن أن يتغير كل شيء بهذه الطريقة. كان يعتقد أن الجبن سيعود مرة أخرى لأنه كان هناك لفترة طويلة. أما هو فقد بدأ يشعر بالقلق مع مرور الأيام، فقد مر وقت طويل ولم يعد الجبن كما كان يتمنى. بدأ يفكر في أن البقاء في المكان نفسه قد لا يكون الحل الصحيح، لكنه في الوقت نفسه كان يشعر بالخوف من الدخول إلى المتاهة مرة أخرى، فالمتاهة كانت مظلمة ومملوءة بالممرات الغامضة، ولم يكن يعلم ما الذي قد يجده في داخلها. وكان يتساءل في نفسه: ماذا لو لم أجد جبنا جديدا؟ وماذا لو ضعت في الطرق المتشعبة داخل المتاهة؟ لهذا كان يتردد بين الرغبة في التغيير والخوف من المجهول. أما هيم فلم يكن يفكر في المغادرة أصلا، كان يرفض فكرة التغيير بالكامل ويفضل البقاء وانتظار عودة الجبن. وكان يقول له إنه لا يجب أن يخاطر بالدخول إلى المتاهة، لكنه بدأ يدرك شيئا مهما مع مرور الوقت، فقد فهم أن البقاء في المكان نفسه لن يغير الواقع أبدا، وأن التغيير قد حدث فعلا سواء أراد ذلك أم لم يرد. وبدأت فكرة جديدة تدخل إلى عقله ببطء، وهي أنه قد يكون عليه أن يتحرك ويبحث عن جبن جديد بنفسه. وفي الفصل القادم سنرى اللحظة التي سيقرر فيها هو أن يواجه خوفه ويدخل إلى المتاهة مرة أخرى. في الفصل السادس نصل إلى لحظة مهمة في القصة، لحظة القرار الذي يغير مسار الحياة. بعد أيام طويلة من الانتظار والقلق، بدأ هو يفكر بعمق في وضعه الحالي، فقد أدرك أن الجبن لن يعود مرة أخرى كما كان يتمنى، وأن البقاء في المحطة لن يغير شيئا من الواقع. نظر هو إلى هيم وحاول أن يقنعه بفكرة البحث عن جبن جديد في المتاهة، لكن هيم رفض الفكرة بشدة وقال إنه لن يغادر هذا المكان أبدا. كان يعتقد أن الخروج إلى المتاهة خطر كبير لا يجب المغامرة به. أما هو فقد بدأ يدرك أن الخوف هو الشيء الوحيد الذي يمنعه من التقدم. فكر في نفسه لحظة وسأل سؤالا مهما: ماذا لو كنت لا أخاف؟ ماذا لو كنت أجرؤ على الدخول إلى المتاهة والبحث عن فرصة جديدة؟ عندها بدأ يشعر بأن البقاء في المكان نفسه قد يكون أخطر من التغيير، فإذا لم يتحرك فسيبقى بلا جبن وبلا أمل في المستقبل. لذلك قرر أخيرا أن يتخذ خطوة جديدة في حياته. قرر أن يغادر المحطة ويدخل إلى المتاهة للبحث عن جبن جديد. قبل أن يغادر، نظر إلى الجدار وفكر في الدروس التي تعلمها من هذه التجربة، فأخذ يكتب بعض الأفكار على جدران المتاهة. كتب جملة تذكره بأن التغيير حدث فعلا، وأن من لا يتكيف مع التغيير سيجد نفسه خارج اللعبة. وبعد ذلك أخذ نفسا عميقا وبدأ خطواته الأولى داخل المتاهة. كان يشعر بالخوف، لكنه كان يعرف أن التقدم أفضل من البقاء في المكان نفسه. وفي الفصل القادم سنرى كيف سيبدأ هو رحلته داخل المتاهة، وماذا سيتعلم من هذه المغامرة الجديدة. في الفصل السابع نواصل الرحلة التي بدأها هو في الفصل السادس بعد أن تغيرت كل أموره باختفاء الجبن. خطواته في المتاهة كانت بطيئة وحذرة، لأنه كان يعلم أن التغيير يحمل مخاطر كبيرة. وبكل خطوة جديدة كان يتذكر الدروس التي علمها الفصل السابق، فهو فهم أن الخوف هو الذي يعوق التقدم،
وأن التحرك هو الطريق للتغيير. وعندما وجد قطعا صغيرة من الجبن في بعض الممرات، شعر بأمل جديد وحافز للاستمرار. وتعلم أن الفرص أحيانا تكون صغيرة ويجب عليه مراقبتها. وكلما تقدم خطوة، زادت ثقته في نفسه وفي القدرة على التغلب على التغيير. وفي كل ممر جديد كان يكتب دروسه على الجدران لتذكير نفسه ومن يتبعه في المستقبل. وتذكر أن بقائهم في المحطة أظهر له مدى أهمية التحرك ومواجهة المجهول. وبدأ يفهم أن التجربة في المتاهة ليست مجرد بحث عن الجبن، بل هي درس في الحياة والثقة في النفس. وأدرك أن المحاربة مع الخوف والتردد هي الطريق للوصول إلى الفرص الحقيقية. وكل مرة يتغلب على شعوره بالضعف والخوف، يكسب شجاعة أكثر. وفي هذه الفصولة يتعلم أن الإيمان بالنفس والاعتماد على القدرة هو أكثر قدرة على التغيير من الوقوف في المحطة نفسها. وأن القدرة على مواجهة المتاهة وتخطي الصعاب تؤدي إلى الاكتشاف والفرص الجديدة. وفي كل ممر كان يتذكر أن الفأران سنيف وسكري قد أظهر له أبساطة التفكير وتسريع العمل بغرائزهما. وهذه المقارنة بين أسلوبهما أعطته فهما أعمق للطرق المختلفة للتغلب على التغيير. وكلما تقدم أكثر، شعر أنه يتكيف مع المتاهة ويفهم طبيعتها أكثر. وأدرك أن الإصرار على التقدم هو الذي يحقق الفرص ويؤدي إلى النجاح. وفي الفصل الثامن سنرى كيف سيواجه هو تحديات أكبر في المتاهة وما الدروس التي سيتعلمها منها. في الفصل الثامن نواصل الرحلة التي بدأها هو في الفصل السابع بعد أن تغلب على خوفه وبدأ يتحرك في المتاهة. كل خطوة جديدة كانت تعلمه شيئا جديدا عن طبيعة التغيير وأنه لا يمكن توقف في المكان نفسه. وأصبح يدرك أن كل ممر جديد يحمل فرصا وتجارب لا يمكن أن تتعلم في المحطة. وبدأ يستخدم الدروس التي علمه الفصل السابع لتحديد الطرق الأفضل للتقدم. وعندما وجد قطعا صغيرة من الجبن في بعض الممرات، شعر بسرور وأمل أكبر في وصوله لفرص أكبر. وأدرك أن الإصرار والثقة في نفسه هما السر للتغلب على الصعاب في كل ممر. وكلما تقدم أكثر، زادت حساسيته للإشارات الصغيرة في المتاهة. فهو أدرك أن التغيير لا يكون كبيرا في البداية، بل يبدأ بإشارات صغيرة تتصاعد مع الوقت. وبكل ممر يتعلم أن القدر والظروف لا تغير النتائج بلا القرار والإرادة. وتذكر أن الفصل السابع علمه أن البقاء في المحطة لا يؤدي إلا إلى الضعف والاعتياد على المألوف. وبدأ يدرك أن كل ممر جديد هو فرصة للتعلم والنضوج، وأن من يتخلى عن القرار في الوقت المناسب سيفوته فرص كثيرة. وفي كل ممر كان يكتب دروسه على الجدران ليتذكرها في المرات القادمة. وأدرك أن التغير والإقدام هما الطريقان للاكتشاف والنجاح في الحياة. وفي أحد الممرات وجد مخابئ جددا للقطع والتجارب، وكان يستفيد منها ليتعلم أكثر. وكل مرة يتغلب على التردد يشعر بحرية أكبر وقدرة على التحرك. وأدرك أن التفاؤل والإصرار هما أكثر قوة من الأمن الزائل في المحطة. وكل تجربة جديدة في المتاهة تعلمه صبرا وحكمة وثقة في القدرة على التغلب. وفي هذا الفصل نرى أن التغير لا يكون سهلا، ولكنه دائما يؤدي إلى فرص جديدة وتجارب مهمة. وفي الفصل التاسع سنرى كيف سيواجه هو أكثر تغيرات وكيف سيتغير أكثر داخل نفسه. في الفصل التاسع نواصل الرحلة التي بدأها هو في الفصل الثامن، والتي تعلم فيها أن التغير يكون صعبا في البداية ولكنه يؤدي إلى فرص كبيرة. بعد أن تعلم أن التقدم خطوة بعد خطوة يؤدي للاكتشاف، شعر بثقة أكبر في نفسه. وفي هذا الفصل وجد أن كل ممر جديد يحمل دروسا أعمق وتجارب جديدة. وأدرك أن البقاء في المكان نفسه لا يؤدي إلا إلى الضعف والإحباط، وأن المغامرة هي الطريق للنمو. وكل مرة يتغلب على الخوف والتردد، كان يشعر بأنه يقترب أكثر من النجاح والفرص. وتعلم أن القرار باتخاذ خطوة جديدة هو أكثر أهمية من النتائج في البداية، وأن التجارب الصغيرة تؤدي إلى تجارب أكبر مع مرور الوقت والإصرار. وفي كل ممر يتعلم هو أن التغير لا يكون سهلا، ولكنه دائما يؤدي إلى فرص وتجارب مهمة.
وبكل خطوة جديدة يكون هو أكثر وعيا بطبيعة المتاهة والطرق التي تؤدي للوصول إلى الجبن. وفهم أن المثابرة والإصرار هما السر للتغلب على الصعاب والاكتشاف. وكل مرة يتغلب فيها على التردد يتعلم دروسا أكثر في الحياة والثقة في النفس. وأدرك أن المراحل الصغيرة في التغير تؤدي إلى نتائج كبيرة في المستقبل. وفي أحد الممرات وجد قطعا جديدة من الجبن، وكانت كفيلة بإعادة حماسه وتحفيزه للاستمرار. وبكل تجربة يتعلم أن الاعتماد على نفسه والشجاعة في مواجهة المخاطر هي مفتاح النجاح. وفهم أن كل فشل أو خوف هو درس يعلمه أكثر ويعيده للتحسين. وتذكر دروس الفصول السابقة ورأى كيف أن كل فصل سبقه أعطاه أدوات للتغلب على الصعاب. وأدرك أن المرحلة التاسعة هي أكثر تعليما له في فهم طبيعة التغير واكتشاف الفرص. وكل ممر جديد يعلمه صبرا وحكمة وإصرارا للتغلب على المتاهة. وفي الفصل العاشر سنرى كيف سيتطور هو أكثر في مواجهة التغيرات وتعلم الدروس الأعمق في الحياة. في الفصل العاشر نستمر في رحلة هو التي تعلم فيها في الفصل التاسع أن التغير يحمل دروسا وفرصا جديدة. بعد أن تعلم أن الإصرار والشجاعة هما السر للتغلب على التردد والخوف، شعر بثقة أعمق في نفسه. وكل ممر جديد في المتاهة أعطاه فرصة ليتفهم أكثر طبيعة التغير وكيفية التعامل معه. وفي هذا الفصل بدأ يدرك أن التحرك والاستمرار هما اللذان يؤديان إلى الاكتشاف والفرص. وكل مرة يتغلب على شعوره بالخوف والضعف كان يكسب شجاعة أكبر وفهما أعمق للنفس. وتعلم أن الفرص أحيانا تكون صغيرة، ولكن التعرف عليها والاستفادة منها هي التي تحقق النجاح. وبكل خطوة جديدة في المتاهة شعر أنه يتغير داخل نفسه ويكسب وعيا أعمق. وأدرك أن التردد والخوف لا يعاقبان النجاح، بل العدم في التحرك هو ما يؤدي إلى الضعف والفوت. وفي كل ممر جديد كان يتذكر دروس الفصول السابقة ويرى كيف أنها أعطته أدوات للتغلب على الصعاب. وأدرك أن الإصرار والثقة في نفسه هما أكثر أهمية من النتائج الفورية. وتعلم أن التغير يتطلب صبرا ومراقبة دائمة للإشارات والظروف. وفي أحد الممرات وجد مخابئ جددا للقطع الصغيرة من الجبن، وكانت تعيد حماسه وتشجيعه للاستمرار. وكل مرة يتغلب على شعوره بالعقبات يتعلم دروسا أكثر في الصبر والتحمل والإصرار. وأدرك أن الاعتماد على نفسه والثقة في القدرة هي مفتاح النجاح في الحياة والمتاهة. وفي هذا الفصل نرى أن التغير لا يكون في البداية سهلا، ولكنه يؤدي دائما إلى تجارب وفرص جديدة. وكل ممر يتعلم فيها هو أن النجاح لا يأتي بالبقاء في المحطة نفسها، بل بالإقدام والشجاعة. وتذكر أن الفصول السابقة أعطته أدوات للتغلب على التردد والخوف والاستفادة من الفرص الصغيرة. وفي الفصل 11 سنرى كيف سيتغلب هو على أكثر التغيرات ويواصل رحلته في المتاهة للاكتشاف والنضوج. في الفصل 11 نستمر في رحلة هو التي تعلم فيها في الفصول السابعة حتى 10 أن التغير يتطلب شجاعة وإصرارا دائما. وبعد أن وصل إلى أحد الممرات الصعبة في المتاهة شعر أن كل تجربة سبقتها فصول سابقة أعطته أدوات للتغلب على الصعاب. وأدرك أن التغير لا يكون في البداية سهلا، ولكنه يؤدي دائما إلى فرص جديدة وتجارب مهمة. وفي كل ممر جديد كان يتعلم أن الإصرار على التقدم هو ما يحقق النجاح والاكتشاف. وكلما تقدم خطوة أكثر شعر أنه يكسب شجاعة أعمق ووعيا أكثر بطبيعة المتاهة والحياة. وتعلم أن التغير يكون أسهل مع كل دروس يتعلمها من الفصول السابقة، وأن كل فشل أو عقبة هي فرصة للتعلم. وفي هذه المرة وجد قطعا صغيرة من الجبن في أحد الممرات، وأدرك أن التعرف على الفرص الصغيرة هو ما يؤدي إلى فرص أكبر. وكل مرة يتغلب على التردد والخوف يتعلم دروسا أعمق في الصبر والثقة في النفس. وأدرك أن المراحل الصغيرة في التغير تؤدي إلى نتائج كبيرة وتجارب أكثر غنى. وفي كل ممر جديد شعر أنه يتكيف مع التغير ويفهم أن الاستمرار هو الطريق للنجاح. وفهم أن الثقة في نفسه والإصرار على التقدم هما أكبر مفتاح للتغير والاكتشاف.
وكل تجربة جديدة في المتاهة تعلمه أن التغير هو سلس إذا تغلب على الخوف والضعف. وفي كل ممر كان يتذكر أن الفصول السابقة أعطته أدوات للتغلب على الصعاب والاستفادة من الفرص. وأدرك أن الإصرار والشجاعة هما اللذان يمكنانه من النجاح والوصول إلى الأهداف. وفي هذا الفصل نرى أن التغير لا يكون سهلا، ولكنه يؤدي دائما إلى دروس أعمق وفرص جديدة. وكل خطوة في المتاهة تعلمها الصبر والتحمل والثقة في القدرة على التغلب. وفي الفصل 11 سنرى كيف سيتعلم هو دروسا أعمق في المواجهة والتغير، وكيف سيواصل نموه داخل المتاهة. في الفصل 12 نواصل الرحلة التي شرع فيها هو في الفصول 7 حتى 11، وتعلم أن كل خطوة في المتاهة تؤدي إلى فرص وتجارب جديدة. وبعد أن وصل إلى الممرات الصعبة في الفصول السابقة، شعر أن التغير يتطلب شجاعة وإصرارا دائما للاستمرار في الطريق. وأدرك أن الاستمرار هو أكبر مفتاح للاكتشاف والفرص الجديدة في المتاهة والحياة. وكل ممر جديد كان يعلمه أن الثقة في النفس والشجاعة هما أساس التغلب على التردد والخوف. وفي هذا الفصل شعر أن كل فشل أو عقبة هي فرصة للتعلم والنضوج والاستفادة. وكل خطوة جديدة تعلمها في المتاهة كانت تقوي شجاعته وتزيد وعيه بالطرق والفرص. وأدرك أن الاعتماد على نفسه والإصرار على التقدم هما اللذان يؤديان إلى النجاح والاكتشاف. وفي كل ممر جديد كان يتذكر دروس الفصول السابقة ويرى كيف أنها أعطته أدوات للتغلب على الصعاب والفرص. وفهم أن التجارب الصغيرة تؤدي إلى تجارب أكبر مع الإصرار والمثابرة. وكل مرة يتغلب على التردد والخوف يتعلم دروسا أكثر في الصبر والثقة والإرادة. وفي هذه الفصولة أدرك أن النجاح والاكتشاف لا يأتي بالبقاء في المحطة نفسها، بل بالإقدام والشجاعة. وكل ممر يتعلمه هو فرصة للتغلب على المخاطر وتطوير النفس واكتساب الحكمة. وأدرك أن الإصرار والشجاعة هما أكثر قوة من الخوف والضعف في كل مرة. وفي هذا الفصل كان يتذكر أن الفصول السابقة أعطته أدوات للتغلب على التردد والتحدي. وكل تجربة جديدة في المتاهة تعلمه الصبر والثقة والاستمرار. وأدرك أن المراحل الصغيرة هي ما تؤدي إلى نتائج كبيرة في المستقبل. وفي كل ممر جديد شعر أنه يتكيف مع التغير ويفهم أن الاستمرار هو الطريق للنجاح والاكتشاف. وفي الفصل 13 سنرى كيف سيتغير هو أكثر داخل نفسه ويواصل رحلته للاكتشاف والنضوج في المتاهة. في الفصل 13 نختتم الرحلة التي شرع فيها هو في الفصول 7 حتى 11، وتعلم أن كل ممر وكل تجربة تساهم في نموه وتغيره. وبعد أن وصل إلى النهاية شعر أن الثقة في نفسه والإصرار على التقدم هما أكبر مفتاح للاكتشاف والنجاح. وفي هذا الفصل أدرك أن التغير هو عملية متواصلة، ولا ينتهي بالوصول إلى وسط معين، بل يستمر في كل خطوة جديدة. وكل ممر جديد في المتاهة كان يعلمه الصبر والثقة والاستمرار والإرادة. وتعلم أن كل فشل أو عقبة هي درس يزيده نضوجا وفهما أكثر للطرق والفرص. وكل مرة يتغلب على التردد والخوف كان يكسب شجاعة أعمق وقدرة أكثر على التحرك والتغير. وفي كل ممر جديد كان يتذكر دروس الفصول السابقة ويرى كيف أن كل فصل أعطاه أدوات للتغلب على الصعاب والمخاطر. وأدرك أن التغير لا يكون في البداية سهلا، ولكنه يؤدي دائما إلى فرص وتجارب أعمق وأغنى. وفي هذا الفصل شعر أنه أكثر وعيا بحاجته للتحرك والاعتماد على نفسه للتغلب على الصعاب. وكل تجربة صغيرة أو فرصة جديدة كانت تعلمه أن النجاح لا يكون بالانتظار، بل بالإقدام والشجاعة. وأدرك أن المثابرة والاستمرار هما أساس النجاح والتغير والاكتشاف. وفي كل ممر كان يتعلم أن الاعتماد على نفسه والثقة في القدرة هما مفتاح التغير والنجاح. وتعلم أن التغير والاكتشاف يحصلان عن طريق خطوات صغيرة ومستمرة في الحياة والمتاهة. وكل فشل أو صعوبة يعلمه الصبر والإرادة والثقة في النفس. وفي هذا الفصل شعر أن كل فرصة صغيرة أو ممر جديد هي درس يعلمه شيئا جديدا للنجاح.
وكل خطوة في المتاهة كانت تزيد وعيه وتقوي شجاعته وصبره. وأدرك أن النجاح لا يكون بالاعتماد على الحظ، ولكن الإصرار والإقدام هما ما يحققه. وفي الفصل الخاتم سنرى كيف سيواصل هو رحلته في التغير والاكتشاف، وكيف سيستفيد من كل دروس الفصول السابقة لحياة أكثر نجاحا ووعيا. في نهاية هذه الرحلة الرائعة نتعلم أن الحياة تتغير دائما، وأن النجاح والاكتشاف يتطلبان الشجاعة والإصرار على التقدم. وكل فصل مررنا به أعطانا دروسا جديدة لنتغلب على التردد والخوف، ونتعلم كيف نواجه المتغيرات بثقة وحكمة. ونفهم أن النجاح لا يكمن في الاكتفاء بالوصول، بل في التغير والتعلم والاستمرار في التقدم خطوة بعد خطوة. وكل ممر وكل فرصة نواجهها تعلمنا أن الاعتماد على نفسنا والشجاعة في مواجهة المخاطر هما مفتاح النجاح والطرق الجديدة. وفي كل تجربة صغيرة أو كبيرة نتعلم أن التغير هو عملية مستمرة، وأن النجاح يكمن في الإصرار والإقدام. وكل فصل سابق كان يعلمنا صبرا ومثابرة ووعيا أكثر بطبيعة الحياة والمتاهات التي نمر بها. وفي نهاية القصة ندرك أن القدرة على التغير والاستجابة للمتغيرات هي ما يمكننا من حياة أكثر سعادة ونموا. وكل فرصة نستغلها للتغير تؤدي إلى تجارب أغنى وفهم أعمق لنفسنا وللعالم من حولنا. وتعلمنا أن التردد والخوف لا يكونان عقبة، بل أن التغلب عليهما هو ما يمكننا من التطور والنجاح. وفي كل خطوة نخطوها ندرك أن الحياة لا تتوقف على وسط واحد، وأن النجاح يبنى بالاستمرار والشجاعة والتعلم. وكل مرة نتغلب على الصعاب والتردد نكسب خبرة أكثر ونموا داخليا أعمق. وفي النهاية نتعلم أن الحياة متاهة كبيرة، وأن الاكتشاف والنجاح يأتيان لمن يتحلى بالشجاعة والإصرار. وكل فرصة نستغلها في التغير تقوي نفسنا وتعلمنا أن النجاح لا يأتي بالانتظار، بل بالتحرك والاقتراب من الفرص. وفي كل ممر وكل تجربة ندرك أن الإصرار والشجاعة هما أكبر أدوات التغير والتطور. وكل درس سابق أعطانا أدوات للتغلب على الصعاب والتردد، وأدرك أن النجاح يصنع خطوة بعد خطوة. وفي ختام هذا الكتاب ندرك أن القدرة على التغير والاستمرار هي ما يمكننا من حياة أكثر ثراء وفرصا. ولا تنسوا يا أصدقائي أن الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس سيبقيكم مطلعين على أكثر الملخصات والدروس الملهمة، فلا تفوتوا هذه الفرصة. وخذوا معكم دروس هذا الكتاب واستعملوها في حياتكم للتغير والاكتشاف وبناء مستقبل أكثر نموا ونجاحا.